السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في قناة كلاسيك كار. يا رب دايما تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. هنقدم دلوقتي تقييم فني لسيارة كيا سيراتو من الجيل الثاني. هنشوف مميزات وعيوب السيارة وهنتكلم عن مواصفاتها. يلا بينا. تعال بقى نقيم سيارة كيا سيراتو. المسمى بتاعها كيا سيراتو أو كيا فورتي. كيا سيراتو بالنسبة للوكيل وكيا فورتي بالنسبة للاتحاد الأوروبي وأمريكا. انتجت عام 2009 إلى بداية عام 2013. من أجمل السيارات الشعبية الموجودة من حيث الاعتمادية وقطع الغيار. السيارة ممتازة جدا. هنبدأ أول حاجة نتكلم عنها محرك السيارة. محرك السيارة 1600 سي سي. في محرك في في تي، طبعا ده وكيل مصري وخليجي. وفي المحرك الجي دي اي اللي هو الاتحاد الاوروبي، محرك 130 حصان ومحرك 124 حصان. 1600 سي سي، عزم الدوران 156 نيوتن. عربية مكانتها جميلة جدا وحامية وما شاء الله عليها زي المكنة الرياضية. هنتكلم عن الجير بوكس. في منه المانوال في الفئات الأولى، و2009 ل 2010 في الأربع نقلات، وفي الست نقلات في 2011 ل 2013. طبعا الفيتس الكبير ل 2013 ده ممتاز جدا وعملي جدا، وهو المطلوب والمرغوب عامة في اللي بيشتري عربية كيا سيراتو، وأنصح بأي حد بالموديل دوت. تعالى بقى كده نتكلم عن نظام التعليق او العفشه بتاعت السياره. بتبقى امامي كينفرسون، عفشه منفصله، وخلفي بتبقى متصله تورشن بين. عفشه رياضيه او شبه رياضيه ممتازه جدا وناجحه جدا. فبالتالي بيركب عليها الجنط 17 وال16 وال15. 17 بيبقى للسفر، وكل ما بتقلل في الجنط بيجي على حساب الثبات. العربيه ممتازه جدا كعفشه ومكنه وفتيس. تعالى بقى كده نتكلم عن أمان العربية. فيها إرباج من 1 ل8 أو 10 إرباجات، وفيها فرامل بتبقى أمامي سكاكين وخلفي طبل. فيها الإي بي إس والإي بي دي في الفئات الأخرانية اللي هي 2013 وال 2012. الأمان بتاع السيارة كويس جدا و10 على 10. هنيجي بعد كده هنتكلم عن الصالون الداخلي للسيارة. صالون جميل جدا ومحترم وشيك قوي. العربيات الكيا سيراتو الموديل 2013 فيها امكانيات روعه جدا ما تخطرش على بال اي حد. بالنسبه للكيا سيراتو 2014 وال15 وال16 طبعا ال 13 تفوق. كيا سيراتو فيها محدد سرعه ومثبت سرعه وكراسي كهرباء ومرايات ضم ومالتي فانكشن وشيفتات طاره واي بي اس واي بي دي. العربيه فيها كل حاجه، وخاصه ال 2013. العربية الصالون الداخلي الخامات بتاعته كويسة جدا، يعني تقدر تقول 70-80%. العربية رياضية جدا. يعني المنظر او عامة من جوه يعني يفتح النفس بصراحة. الكيا سيراتو من العربيات اللي بحبها قوي. التكييف بتاعه ممتاز، وامكانيات العربية عالية قوي. هنتكلم بعد كده عن البودي بتاع العربية. ممتاز جدا، شكله شبابي وانسيابي وقابل للتعديل في بعض الفوانيس. الإضاءة بتاعته ممتازة جدا. الكنبة الخلفية متسعة. قاعدة العجلات 256 سنتي. الثبات بتاعها أكيد ممتاز جدا، لأن 256 سنتي بالنسبة لقاعدة العجلات حاجة روعة، بتدي وسع للكنبة الخلفية. طبعا في الكنبة الخلفية قابلة للطي، وفي اللي بيبقى ثابت. في فوانيس أمامية وفي شبورة. طبعا الإضاءة بتاعتها على الطريق إلى حد ما 70-80%. الجنط بتاعها 17، وفي منه 16 وفي منه 15 اللي هو العادي. ال17 كويس جدا في السفر وفي الطرق. تعال بقى نتكلم عن عيوب السيارة. عيوب السيارة لو ما حافظناش على المكنة، عشان مواتير الكيا سيراتو حامية جدا، لو ما حافظناش وراعينا دورة التبريد طبعا هتحصل مشاكل كبيرة، وخاصة الموضوع ده منتشر في الكيا سيراتو. هنيجي نتكلم عن تاني عيب من عيوب السيارة.
الموبينة دي لازم تستبدلها بقطعة أصلية، ما تجيبش استيراد أو صيني، لأن الموبينة أكتر عيب شائع في العربية. العيب التالت، الفتيس الست نقلات لازم تراعيه وتكشف عليه كل شوية، ولو ما رعتهوش طبعا هيتلف بالكامل، ودي مشكلة كبيرة. من عيوب العربية البرومة، من أكبر المشاكل في العربيات الكوري عامة، لما بتمسك فيها البرومة بتبقى وحشة جدا، خلاف أي عربيات ياباني أو ألماني. وبرضه من عيوب الكيا سيراتو والكيا عامة علبة البيئة. طبعا لما بيجي عليها زيت بيغطي على حساس الشكمان، فبالتالي لازم علبة البيئة تتغير أو تتنظف، ولازم تغير القطعة بتاعت حساس الشكمان. الكيا سيراتو عربية ممتازة جدا، بس بعض العيوب دي لو راعتها هتبقى مية مية وهتحافظ عليها، لأن عربية ناجحة جدا في السوق المصري. تعال نشوف مميزاتها. مميزات العربية دي إن هي عربية قطع غيارها موجودة، وصيانتها سهلة جدا. تكييفها روعة، صالونها جميل، عربية شبابي ماشي حالها جدا في البيع والشراء، مطلوبة جدا في السوق. الشنطة ما شاء الله واسعة جدا، الكنبة الخلفية واسعة جدا. عربية ناجحة في السوق المصري، ما فيهاش أي مشاكل، بس لو راعيت حبة المشاكل اللي احنا سميناهم في الموتور والعفشة والفتيس. تخلي بالك دايما وانت بتشتري عربية لا تكون قطعة نص أو ربع، فطبعا الحاجات دي لازم تكشف في مركز فحص معتمد، لأن بتظهر الحاجات دي وبتيجي ترجع العربيات بترجعها زي ما انت شايف كده، ما شاء الله حاجة روعة. والكده احنا اتكلمنا عن السيارة الكيا سيراتو، وتقييمي فيها ان هي عربية كويسة جدا ما فيهاش اي مشاكل، بس عايزة مراعاة وعايزة صيانة بشكل دوري، وخاصة الموتور والفتيس بتاع العربية الكيا سيراتو. والكده احنا الفيديو انتهى. يا ريت تسيب لنا لايك مع سبسكرايب. تحياتي ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.